السلام عليكم. ان شاء الله هنعمل النهارده وصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت، يعني تنفع فطار او غدا، وكمان ان شاء الله تنفع لسحور رمضان. تابع الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك. اول حاجة هنسمي بسم الله، وهنجيب كده 3 حبات من البطاطس كبار، هنقطعهم مكعبات بالشكل ده. تمام. جبت حلة على النار وحطيت 3/4 كده من المية، واول ما المية بتاعتي تغلي بالشكل ده هنزل كده بمكعبات البطاطس بتاعتي. هتاخد السوا الكامل بتاعها لان هنهرس البطاطس في الاخر. تمام. هسيبها كده تغلي لحد ما ياخد السوا بتاعها. خلاص كده هي استوت كده، يعني اول ما تدوسي عليها كده وتتقسم معاكي، شايفين؟ هي كده خلاص استوت، هدفع عليها خلاص. ههرسها بقى بالشكل ده. تمام. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنجيب برضو حلة على النار، وهنزل كده بمعلقتين كبار من السمنة هسيحهم. هاخد من السمنة دي كده حوالي 3 أو 4 معالق كده كبار، وهنزل بيهم كده في البطاطس بتاعتي. عايزة اقول لكم في الوقت ده وانا كنت بمسك الحلة، اليد وقعت مني، يعني الحمد لله. كانت طبعا كوارث المطبخ ما بتخلص، الحمد لله قدر الله في ما شاء فعل. هي اليد اتكسرت في ايدي، بس الحمد لله الحمد لله ما وقعتش عليا. نرجع بقى للوصفة. ننزل كده ب3 أو 4 معالق كده كبار من السمنة اللي احنا سيحناها على كمية البطاطس اللي احنا رسناها. تمام. الكمية التانية دي هنسيبها، وهنزل كده جبت بصلاية صغيرة فرمتها جامد، يعني ناعم جدا جدا. انا مش عايزة البصل يكون كبير في الوصفة دي. تمام. جبت كمان حبايتين كده من الفلفل الالوان، ولو عندك فلفل سبايسي قطعهم مكعبات بالشكل ده وانزلي بيهم. هقلب هقلب، واول ما البصل يدبل معايا وياخد معايا كده لون ذهبي كده حلو بسيط. تمام. عندي كده حبايتين من الطماطم قطعتهم مكعبات بالشكل ده، هنزل بيهم وهسيبهم كده ياخدوا يد ويسبكوا كويس. تمام. بس كده هنرجع بقى عند البطاطس بتاعتي. هحط الملح المظبوط، حطيت كمان نص معلقه صغيره كده من الكزبره، ونص معلقه كده من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره كمان من الكمون. تمام. هنزل بقى بالخلطه اللي انا سبكتها معاكم على النار، وهنزل بيها كده على جنب. وكمان كان عندي بيضتين نزلت بيهم بالشكل ده. بالمناسبة البطاطس سبتها لما تبرد عشان انزل بالبيض. تمام. هقلب كل الخليط كده مع بعض لحد ما كل الخليط يختلط كده كله كويس كده مع بعض بالشكل ده. هجيب بقى كده صينية وادهنها كويس كده بالسمن. تمام. بالفرشة. عندي بقى هنا البقسماط. جبت البقسماط الناعم ونزلت بيه كده في الصينية بتاعتي. انا عايزة اعمل طبقة حلوة كده من البقسماط من تحت. تمام. هنزل بالخليط بتاعي كده واحاول ان انا اظبطه، واجيب اي يعني شوكة كده واحاول ان انا اشكله كده من فوق. عايزة تعملي الخطوة دي براحتك. هيدخل طبعا الفرن سابق التسخين في الشبكة اللي في النص. تمام. واول ما تبقبق وتغلي كده معاكي هتشغلي عليها الشواية وتحطي عليها حتة سمنة كده من فوق عشان تاخد اللون الخطير اللي انت شايفاه ده. شايفين حاجة كده ما شاء الله. عايزة اقولك طعمها حلو جدا جدا. وكمان جاي رمضان، كل سنة وانتم طيبين، تنفع في سحور رمضان. ولع عليها الشواية هتاخد اللون الحلو ده. ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكل جديد.